السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير خالص. النهاردة بإذن الله هنعمل المقلوبة. مقلوبة البتنجان. المقادير بتاعها عبارة عن ايه؟ بطاطستين زي ما انتم شايفين كده. التوابل بتاعها اللي هو ورق لوري، شمر، ملح، فلفل اسود، كمون حب، قرنفل، خلنجان، ليمونة ناشفة، وديت توابل اللي هي الكركم، على الكاري، قرفة، جوز الطيب. بتنجانة كبيرة قوي زي ما انتم شايفين كده ومقطعاها بالطول، بصل وطماطم وجزر وقرن فلفل وليمونة واللحمة، لحمة ضاني، ودولت كوبايتين رز. يلا نبدأ بسرعة كده مع بعض. هنا يا حبايبي هعمل ايه؟ هشوح اللحمة بتاعتي عشان تدي ريحة حلوة للحمة، لازم تشوحيها كده بزبدة بسمنة. بس لو حطيتي الزبدة عشان تحطي شوية زيت على اساس ان الزبدة ما تحرقش. انا كده يا حبايبي حطيت اللحمة شوحتها، مش هحط التوابل علشان لما المية تغلي احط مية، المية تغلي هشيل الريم. لو انا حطيت التوابل هيروح. احط شوية جزر كده زي ما انتم شايفين، احط الطماطم بتاعتي كده، واحط شويه بصل، وهتبقى احلى مرقه. اعملها مرقه. انا هنا غليت الميه بتاعتي عشان ما تاخدش وقت. اشيل الريم اللي انتم شايفينه ده، لازم الريم ده يتشال كده زي ما انتم شايفين كده، لازم الريم ده يتشال خالص والشوربه تبيض وتبقى جميله ونضيفه، لان الريم ده بيعمل زفاره للحمه والشوربه كمان. احنا عايزين حاجتنا تبقى حلو. الكلام ده لسنه اولى مطبخ طبعا. حبايبي اللي هم الكبار دولت عارفين كل حاجه، والصغيرين كمان. اشيل الريم خالص واوريكم الشوربه بعد كده هتبقى شكلها ايه من غير الريم. شفتوا الريم لازم يتشال. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا بقلي البتنجان وقليت البطاطس كده. هدهن بالسمنه كده سايحه عشان لما احط اللحمه متلزقش في الحله. كده الشوربه خلاص، انا حطيت التوابل بتاعها وكل حاجه، حطيت كل حاجه خلاص. هشيل كده اللحمه بتاعتي كده بالجزر فيها وكل البصل وكل حاجه، واحطها هنا كده في الحله. زي ما انتوا شايفين كده بكل التوابل بكل حاجه. واقوم عامله ايه؟ هحط البصل بتاعي كده واعصر الليمون، واحط بقيه الخضار اللي هو ده. احط ملح، احط جزء من التوابل كده يبقى فوق وتحت. احط البتنجان بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. انا مش مكتره بتنجان، اللي عايز يكتر براحته خالص. دي كلها بتنجانيه واحده بس كده. هحط البطاطس بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده. اكمل كده عصر الليمون كده. وهعمل ايه؟ هحط المرقه بتاعتي كده، اقطعها حتت صغيره. اللي عايز يحط مرقه يحط، مش عايز مش مشكله خالص. واحط الرز بتاعي كده كده. احط بقيه التوابل بتاعتي كده زي ما انتم شايفين كده كده، وهقلب كده بالراحه خالص. نحط جوز الطيب كده، يبقى حطيت التوابل كلها جوز الطيب
بتديها ريحه حلوه قوي. جوز الطيب حطيت كده سمنه، احط كده الشوربه بتاعتي. اللي عايز يحط حاجه حاره يحط، انا ما حطيتش. هي كده خلاص خلصت زي ما انتم شايفين كده. بقلب بس كده عشان تاخد كلها من ريحه التوابل. اسيبها لغايه اما الميه تتشفط. على النار لغايه اما الميه خلاص تنقص خالص وتنشف. هوطي عليها خالص واسيبها على النار لغايه ما تستوي. اللي ما يعرفش اللي انا بعمله ازاي الرز محتاج ميه قد ايه، انا بعمله بالمعيار كده بعناية، انا حافظه انا بعمل ايه. اللي ما يعرفش كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، ماشي؟ لان الخضار بيجيب ميه، فكوبايه الرز على كوبايه ميه. هغطي خلاص واسيبها تستوي وبعدين بوريها لكم في الاخر. كده حبايبي خلاص الوصفه بتاعنا خلصت زي ما انتم شايفينها كده. ودي المقلوبه بالبتنجان والبطاطس. الاكله ديت من الشام طبعا والاردن وكده. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي ديت، واتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وكومنت حلو كده زيكم، واتمنى ان انتوا تفعلوا قناتي عشان يجيلكم ان شاء الله كل جديد باذن الله. وباي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.